البحر الاحمر ده اكتر بحر طلع عليه اشاعات بسبب اسمه. الناس ما بقتش فاهمه ليه اتسمى البحر الاحمر مع ان لونه مش احمر. اقاويل كتير انتشرت بقى. ناس قالت لك علشان سلاسل الجبال المطله على البحر الاحمر ده، في بعض المناطق الجبال دي بيكون لونها احمر فبينعكس لونها على سطح البحر. علماء البحار قالوا لك لا، ده علشان البحر الاحمر ده فيه كائنات وطحالب بحريه لونها احمر. علماء تاريخ تانيين بقى قالوا لك لا سوري، ده علشان البحر الاحمر ده شهد حروب كتير على مر العصور فاتملى بدم الجنود اللي اتقتلوا. علماء تاريخ تانيين قالوا لك لا الموضوع مش كده، هو اتسمى البحر الاحمر علشان حدوده مع الصحراء المصريه اللي المصريين القدماء كانوا بيسموها ديشرت، يعني الارض الحمراء. الحوارات تقف لحد هنا؟ ابدا. علماء اجانب دخلوا على الخط هم كمان، ما هي ظبطت بقى وقالت لك ان في ثقافات بتستخدم اللون الاحمر ده على انه اشاره لاتجاه الجنوب، وهو بالنسبه لهم البحر الاحمر ده كان في الجنوب. تطلع مواقع اجنبيه تانية يقول لك يا جدعان ده سبب تسميته الخرائط البرتغاليه القديمه، لانهم كانوا شايفين انه خطر يدخلوا البحر ده فكانوا بيعلموا عليه في الخرائط بتاعتهم باللون الاحمر. هو في ايه يا جدعان؟ هو البحر الاحمر ده ملوش اهل يسالوا عليه؟